اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل معاكم طريقة المعمولة معانا نص كيلو دقيق وكوباية زيت نضيف يا بنات، زيت نضيف. ونقلب كده المعمولة، هننزل بإيدينا، يعني المعلقة مش هتعمل حاجة عشان نبسها كويس مع الدقيق، نغلفها كويس الزيت بالدقيق. وهنعجن، هنبس الدقيق كده، نغلفه الزيت والدقيق في بعض كويس علشان تبقى دايبة وحلوة معاكي كده. تنزلي بايدك بقى وتقلبي كده كويس وانت بتعجني كده لحد ايه ما الدقيق يبقى بالشكل كده معاكي، يبقى بالشكل ده. حط حبة مية صغيرة، مية دافية، مية دافية صغيرة، ونعجن كده. والخميرة تختبروها، حط ربع كوباية مية وتدوبي فيها معلقة خميرة فورية، وتسيبيها تختمر كويس مع بعض نفسها، تختبريها علشان ما تبوظش منك الخبيز بالشكل الحلو ده. وهتخمر معاكي في ثانية، طالما انت تختبر الخميرة في ثانية هتخمر معاكي. بس كده، احنا حطينا الخميرة ونحط مية واحدة واحدة لما العجينة تتظبط معانا بالشكل ده. هتتظبط العجينة تبقى طرية وحلوة بالشكل ده ومش بتلزق. هي مش بتلزق ولا حاجة، تبقى كده. هنقسمها نصين ونسيبها تختمر. مش هتاخد معاكي 10 دقايق ولا ربع ساعة وهتختمر، عشان مختبرة الخميرة. خميرة اعتبر مخمرة، بتختبريها تعتبر انك انت مخمراها كده. هنحط ربع كيلو دقيق سميد اللي هو البسبوسة، وعليهم انا جايبة ب2 جنيه قرفة، يعني مش هحطهم كلهم، هخلي منهم حبة. من معلقتين ل3 معالق، 4 سكر زي ما انت عايزة كده. تقلبيهم. وهنحط معلقة جوز الهند عشان بتديها ريحة حلوة بالشكل ده. ده جوز الهند. وهنقلبهم كويس. تعالي تحطي 4 معالق على حسب الدقيق اللي قدامك، على حسب السميد اللي قدامك. هنحط عليهم حبة زيت صغيرة ونبسهم بالشكل ده كده اهو. حط سكر 4 معالق 5، على حسب صينيتك بتاخد قد ايه وكميتها هتاخد قد ايه. هنحط مية واحدة واحدة بالشكل ده. هننزل عليها بالقرفة ونغلفها كويس ونقلبها كويس. انا جبت ب2 جنيه، مش حطيت يعني مش تكتري، على حسب الكمية اللي انت عايزة. حابة تكتري، انا ما بحبهاش كتير اوي القرفة والسكر وجوز الهند. وهنقلب كويس مع بعض بالشكل الحلو ده كده. ونحط المية واحدة واحدة علشان تبقى معانا مبسوسة وجميلة كده اهو بالشكل ده. ايوه، مية واحدة واحدة يا بنات. وبعد ما اختمرت هننزل بيها على قعر الصينية التانية اللي جنبيها، ونبططها كده ونحطها في الصينية اللي احنا هنخبز فيها بالشكل الحلو ده. العجينة تحفة يا بنات، تحفة اهو بالشكل الحلو ده. هنوسعها بقى، بس مش تدوسي عليها دوسة جامدة قوي علشان الخمر بتاعها مش يبوظ الاختمار بتاعها بالشكل الحلو. تخلي ايدك خفيفة عليها وانت بتبططيها، وانت بتفرديها تخلي ايدك خفيفة عليها. وهندهن الصينية مادة دهنية، زيت او سمنة على حسب ما انت عندك الموجودة عندك. وهننزل بالحشو بتاعنا بالشكل الحلو ده. انا بحط لها، مفيش حد بيحط جوز الهند، يعني اللي بيحط، انا بحطها عشان بحب ريحة جوز الهند وطعمه فيها بيبقى حلو حلو حلو. إيه بصراحة، عندك حط، متوفر عندك، مش متوفر ما تحطيش. اه بالشكل ده. وهنفرد التانية زيها بالظبط اه بالشكل ده. شايفين العجينة حلوة ازاي مختمرة وطرية وجميلة ازاي. اه هنعمل نفس اللي عملناه المرة الأولانية. هننزل عليها بالطبقة التانية وهنوسعها وهنمسكها في بعض كويس قوي علشان ما تتفكش مننا وتبوظ. تمسكي الطبقة اللي فوق مع الطبقة اللي تحت كده واحدة واحدة. وهنا
هنقطع يا بنات. والشربات معانا او السيرب زي ما بتقولوا، كوبايتين سكر و3 كوبايات ميه. انا بحب احط 3 كوبايات ميه علشان السكر يبقى سايح وحلو زي عسل النحل كده، ما بيبقاش محبب وينشف معاكي، خليها ناشفه معاكي. وعليها نص ليمونه تعصريها عليها وتسيبيهم يستووا مع بعض. اول دي تبقى تطلع تبرد شويه تنزلي عليها بالشربات سخن. جميله يا بنات جميله. معانا بضايه وكيس فانيليا، وهنضربهم في بعض كويس. هنضربهم كده كويس خالص، وهندهن الصينية بتاعتنا. والله يا بنات ما شفت اجمل من كده بصراحة، يا ريت تجربوها على طريقتي. هندهنها كده كويس ونحط السمسم. نحط السمسم بس مش تكتري سمسم لدرجة ما تبقى كتير قوي فيها كده. وهبت ما تستوي هننزل عليها بالشربات السخن زي ما انتوا شايفين. والله جميلة 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 يا بنات. اهي بالشكل الحلو، اللون الذهبي، جميلة وشكلها جميل. وشايفين الشربات عامل زي عسل النحل، يعني حلو، مش تخليه تقيل قوي ولا خفيف قوي، هيبقى مظبوط، بيبقى جميل جميل جميل. والله يا بنات يا ريت تجربوها، طريقة تحفة ورخيصة. سعرها رخيص، لو انت اشتريتيها من بره تشتريها غالية قوي. فانا عملت صينية قد ايه، مش تكلفت عليا اي حاجة، مبلغ بسيط خالص. شايفينها جميلة ازاي، دايبة دوب وزي الفل بالشكل الجميل ده. شايفين الحشو حلو ازاي، وهي مختمرة وجميلة ازاي. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.